اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا نعمل كده عجينة سريعة، سهلة وبسيطة، تنفع فطار أو عشاء للولاد، وتنفع للمدارس والدروس بطريقة سهلة وبسيطة. معايا كيلو دقيق منخول كويس جدا على رشة ملح. هبدأ بقى إن أجيب المية 2 كوب ونص مية تكون دافية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. معلقة خميرة بودر أو باكت خمير، عليهم معلقتين سكر. هحط كده كلهم على بعض كده، ومعلقتين كبار صلصة طماطم يعني، بس يكون نوع جيد. تمام. هنقلب بقى تقليب جيد كده بالطريقة ديت، كله على بعضه بالشكل ده. تمام كده. هبدأ بقى ان انا اخد الخليط بتاعي ده احطه على الدقيق. كوباية سمنة سايحة على زيت، هحط كده واقلب واعجن كده كويس جدا. وممكن تحط زبدة على زيت او تحط زيت بس. تمام. اعجنها بقى كويس جدا لحد ما العجينة بتاعتي تنعم جدا وملمسها تكون ناعم كده. تمام. وعجينة متماسكة وحلوة كده وشكلها تشرح القلب بسم الله ما شاء الله، جميلة كده. ادهن بولة واحط العجينة واسيبها تختمر لمدة نص ساعة بالشكل ده. كانت العجينة اختمرت بالطريقة ديت وجاهزة بالشكل ده، روعة جدا. ابدأ بقى ان انا اقطعها كور صغيرة بالطريقة ديت، كله مقاس قد بعضه. تمام كده. اغطيها بقى كده عشان ما تنشفش معايا، وافرد بقى، اخد كرة كرة وافردها كده واحط فيها جبنة اسطنبولي او اي نوع جبنة، بس يكون خالي من المية. تمام. نكمل بقى كله بنفس الطريقة كده. طبعا الحشو اختياري، ممكن تعملي حشوات مختلفة، اي حشوات مختلفة انت حباها. تمام. هجيب الصينية بقى كده وادهنها بالمادة الدهنية، واضع البوريك فيها بالشكل ده لحد ما تختمر معايا وزادت حجمها وبقت بسم الله ما شاء الله روعة جميلة جدا. الكمية عملت كمية كيلو دقيق، عمل لي كمية محترمة. اتم بقى الوش كده بلبن، ممكن تدهني بصفار بيضة او بيضة عليها خل. طبعا نحط بقى رشة حبة البركة كده. طالع في الفرن سخن مسبقا على درجة حرارة 190 لمدة 15 دقيقة على الرف الوسطاني. وبعد خرجت من الفرن بقت بالشكل ده، لونها ذهبي وجميل روعة. اغطيها كده بالكيس الغذائي لمدة 5 دقايق تطرى كده معايا، ويبقى ملمسها هشة كده وجميلة وطرية بقى ومورقة، وحاجة تفتح النفس بصحيح. وريحتها بقى مالية البيت، وريحة المخبوزات دي في البيت روعة جدا وريحتها فظيعة. تنفع بقى فطار غدا عشاء، حاجة حلوة للولاد، سناكس كده سريع كده للدروس والمدارس، حاجة بسم الله ما شاء الله. وفي جزء خدته دهنته بالبيض بقى بالشكل ده. يا رب اكون فدتكم وما نسيتش اي حاجة، واترككم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.